عمرك سألت نفسك ليه حد ممكن يشتري قهوته ب100 جنيه أو أكتر في حين إنه ممكن يعملها في البيت أرخص من كده بكتير؟ تعال أقول لك السبب. خلي بالك إن الناس مش بتشتري المنتج، الناس بتشتري الإحساس المصاحب للمنتج أو حل المشكلة اللي بيحله المنتج. مثلا إحساس بالراحة، إحساس بالثقة، إحساس بالفخر. العربية مش بس وسيلة تنقل، ولكن هي وسيلة راحة، وسيلة هيبة، وسيلة حرية. البيت مش بس مكان بنعيش فيه، ولكن مكان للراحة، مكان للأمان، مكان للخصوصية. وكمان الكورسات اللي بناخدها مش بس للتعليم، ولكن هي فرصة إنك تكون نسخة أحسن من نفسك. من الآخر، لو عاوز تبيع بذكاء لازم تعرف إيه المشاعر اللي بتخلي العميل يشتري المنتج بتاعك. لازم تفهم إيه المشكلة اللي هو بيحاول يحلها باستخدام المنتج بتاعك. وصدقني، فهمك لمشاعر العميل هو المفتاح السحري لنجاح أي عملية بيع. فاتكلم دايما مع العميل عن الحلول اللي بيوفرها المنتج، واتكلم كمان ازاي حياتهم هتكون بعد ما بيشتروا المنتج بتاعك. مش بس تركز على المواصفات الفنية اللي في المنتج، ولكن لازم تربط بين المواصفة الفنية والمشاعر اللي بتقدمها المواصفة دي. وافتكر دايما ان الناس مش بتشتري منتجات، الناس بتشتري المشاعر اللي بتيجي مع المنتجات. فلو عاوز تطور بيعك ركز على المشاعر. سلام.